السادة الأعزاء مشاهدي أغا سمارت ستور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا ضياء أغا وحلقة جديدة عن لابتوب ما تقدرش تقوله لا، لأنه جامع بين قوة شكل وشياكة ملهاش حل وأجمل تصميم شفته لشركة ديل، كمان بأربع أوضاع تقدر تناسبك لابتوب وتابلت تاتش سكرين وأيضا مدعوم بالأكتيف بين. كل ده عشان يوفر لك سواء بيزنس أو جرافيكس أقصى درجات القوة، خصوصا إنه بيجي بأجيال حتى الجيل العاشر ومعالجات قوية جدا من شركة انتل. كذلك ببوردة قابلة انها تشيل انتل اوبتيم ميموري، ودي اللي ما سمعش عنها طفرة جديدة في نقل البيانات والاحتفاظ بيها، تقدر تخليك قادر على نقل المعلومات بسرعة عجيبة جدا، تفتح وتستخدم كل شيء بسرعة اكبر كتير جدا عن المعتاد. تابع معنا الحلقة لنهايتها عشان تتعرف على احد عمالقة الجمال في الجيل العاشر من شركة ديل المتميزة. ديل انسبيريون 5491 2 in 1 لابتوب بيجي معدني بالكامل بسبيكة من الألومنيوم المزدوج، بيدي قوة في الجسم الخارجي، رغم كده وزنه مميز جدا للابتوب كيلو 670 جرام. كذلك بلوحة مفاتيح انسيابية من أفضل لوحات المفاتيح اللي ممكن تشتغل عليها. أيضا بيجي بتقنية صوتية عالية جدا مجسمة ب2 سبيكر ستيريو بتقنية ماكس أوديو برو، كمان بدول أري ميكروفون بيمكن الطرف الآخر المستمع من سماع الصوت AD. هنكلمكم عن انواع المعالجات اللي بيجي بيها، وبيجي في الجيل الثامن والعاشر فقط. بيجي ب6 انواع معالجات من شركة انتل، وهي من الاقل قوة للاقوى كالتالي. في الكور اي 3 جيل 8 بيجي بمعالج 8145 يو، سرعته 2.1 جيجا هرتز، ثنائي النواة بيعمل ماكس تيربو سبيد بيوصل ل 3.9 جيجا هرتز ب 4 ميجا بايتس كاش. أما في الجيل العاشر بيجي بمعالج 10110 يو، سرعته 2.1 جيجا هرتز، كذلك ثنائي النواة بيعمل ماكس تيربو سبيد بيوصل ل 4.1 جيجا هرتز ب 4 ميجا بايتس كاش. أما في الكور اي 5 في الجيل الثامن بيجي بمعالج 8265 يو بسرعة 1.6 جيجا هرتز، رباعي النواة بيوصل الماكس تيربو سبيد بتاعه ل 3.9 جيجا هرتز ب 6 ميجا بايتس كاش. في الجيل العاشر بيجي بمعالج كور اي 5 10210 يو، سرعته 1.6 جيجا هرتز، رباعي النواة بيوصل الماكس تيربو سبيد بتاعه ل 4.2 جيجا هرتز ب 6 ميجا بايتس كاش. اما في الكور اي 7 بيجي في الجيل الثامن بمعالج سرعته 8565 يو، السرعة بتاعته 1.8 جيجا هرتز، والماكس تيربو سبيد بتاعه بيوصل ل 4.6 جيجا هرتز ب 8 ميجا بايتس كاش. اما في الجيل العاشر بيجي بمعالج كور اي 7 10510 يو بسرعة 1.8 جيجا هرتز، الماكس تيربو سبيد بتاعه بيوصل لسرعة عالية جدا 4.9 جيجا هرتز ب 8 ميجا بايتس كاش. جميع المعالجات بتاعته رباعية النواة ما عدا في الكور اي 3، كذلك الرباعي منهم ب8 مسارات او 8 ثريدز، يعني كل نواة منقسمة 2. لو جينا للرامات في 2 ديم سلوتس قادر انه يشيل رامات حتى 32 جيجا بايتس DDR4، والتخزين في مدخلين، واحد منهم M.2 يقدر يشيل SSD او NVMe، ومدخل تاني 2.5 بوصة تقدر تركب SSD او HDD او SSHD. الشاشة بتاعته حجمها 14 بوصة وبتيجي بريزوليوشن واحد فقط، وهو Full HD IPS Touch Screen. وللعلم الشاشة بتاعته متميزة جدا من شركة ديل بسطوع والوان هايلين جدا، هتمكنك من العمل والرؤية بمنتهى الروعة. لو جينا لكروت الشاشة اللي بيجي بيها اللابتوب بتاعنا النهاردة، بيجي بكارتين شاشة. طبعا الاول المدمج في البروسيسور الانتل، بالاضافة لكارت خارجي تاني مميز من شركة انفيديا، وهو كارت الشاشة انفيديا جي فورس MX 130 2 جيجا بايت GDDR5. الكارت ده يقدر يشغل لك جرافيكس والعاب كتير فوق المتوسط، وكذلك قادر على اداء مهام كتير في البرامج الهندسية، بس مش بالقوة العالية جدا. بس لاحظ للعلم شيء، في حالة المعالج الكور اي 3 مش بيجي بكارت شاشة خارجي، بينزل فقط بالانتل. كذلك بيجي في حالة المعالجات كور اي 5 وكور اي 7 احيانا بنسخة بيزنس بكارت شاشة انتل فقط. هنتكلم عن المخارج اللي بيجي بيها اللابتوب بتاعنا النهارده. بيجي بمخرجين USB 3.1 جنريشن 1، وكذلك واحد USB 2.1. للعرض على الشاشات في مدخل HDMI 1.4B وداعم لشاشات ال 4K. كذلك في مخرج USB Type C 3.1 جنريشن 1، ده تقدر تشحن منه الجهاز، وكذلك قوي جدا في النقل السريع. كذلك في مدخل SD Card Reader داعم لكل انواع كروت الذاكرة. خلاصة اللابتوب ده انه متميز عن لابتوبات كتير بتيجي 2 in 1، لانه بيجي بكارت شاشة خارجي بيمكنك من اداء
لك جرافيكس مع توليفة المعالجات الجيل العاشر والجيل الثامن. كذلك لو انت بيزنس مان او حد بيدور على الشاشة هايلة جدا وقوة اداء تقدر تجيبه بالنسخة اللي بدون كارت شاشة خارجي، هيقدم معاك كل المهام بقوة عالية جدا جدا والجرافيكس متوسط هايل جدا. بعد ما وضحنا لكم المعلومات دي كلها، انا متأكد دلوقتي انك هتعمل لايك وشير للفيديو، ولو لسه مش مشترك في القناة لسه قدامك فرصة انك تعرف معلومات كتير بنجمعها بدقة وعناية عشان توصل لحضرتك جاهزة. فنتمنى تشترك في قناتنا وتفعل زر الجرس عشان توصلك المعلومات دي، وما تنساش اننا بنعرض صور اجهزتنا عشان تشوف مدى جودتها، لاننا فقط من نمتلك الخبرة والمصداقية قبل وبعد البيع. روابط التواصل والشراء موجودة في معلومات الفيديو وفي التعليق المثبت أسفل الفيديو. تابع الفيديو لنهايته عشان تشوف اللابتوب المميز اللي عرضناه لكم النهاردة من جميع الزوايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.